سلام حبيباتي، مرحبا بكم معنا مع عالم سومية. ان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم كل صحة يا رب، دائما تكونوا فرحانين وهنيين وتكونوا دائما بطاقة ايجابية. حبيباتي ما بقاش بزاف ويدخل علينا شهر رمضان الكريم، ان شاء الله يدخل علينا بالفرحة والهنا يا رب. ربي يفرج على كل انسان وربي يشفي جميع المرضى يا رب العالمين. وانا الحاجة اللي في بالي واللي حبيت نحكي عليها اليوم عنايا كيفاه ننظم وقتي في رمضان وكيفاه نخلي وقتي كامل للعبادة، يعني ننظم وقتي ونمشي على نظام مليح في رمضان، يعني ما نخلي حتى حاجة تعطلني على العبادة والقرآن. أول حاجة شفنا في رمضان يعني برنامج تلفزيونية، يعني في رمضان يعني بالأخص في رمضان في كل قنوات تلقى مسلسلات، يعني كل مسلسل ينسي في خوه وكل حصة أكتر، يعني بالأخص الناس ما تلقاش حتى كيف تتفرج منه تلقى وقتها كامل في التلفزيون وتنسى باللي هذا الشهر يعني للعبادة. قبل ما تروحي تتفرجي في التلفزيون خمي مليح حبيبتي باللي هادوك اللي تفرجي فيهم كامل عندهم إعادة، يعني لكن ما تعاودش غدوة راح يتعاود بعد رمضان، لكن شهر رمضان ما راحش يتعاود، يعني هو من عام لعام. لذلك حاولتي لازم نستغل وقتي كامل باش نتقرب لربي سبحانه. بعده يعني مش غير صيام ماكلة، صيام كلام، صيام نميمة، صيام الفتن، صيام الشرك، يعني تحاولوا وقتنا كامل طاعة ربي سبحانه. كش ما درت أنايا ندعي ربي يغفر لي، يعني أنايا نخلي وقتي كامل للعبادة، يعني قيام، كاين أذكار ماذا بيا أنا نختم 3 مرات مشي مرة واحدة، يعني والأول كما قلت لكم والأهم التلفزيون خاوتي، يعني أنا ماذا بيا ما نخليش وقتي كامل في التلفزيون. بالنسبة للناس اللي يسهروا بزاف يعني ماذا بيكم ما تسهروش وخلوا يعني أرقدي بكري باش تنوضي صباح، يعني ديري قيام الثلث الأخير، دعاء يعني هذا الأهم، والاستغفار خاوتي كثروا من الاستغفار على قد ما تقدروا. ثاني حاجة بالنسبة للطبخ، يعني كاين ناس وقتها كامل تقولك في الكوزينة، عافانا احنا في رمضان يعني كامل نسخفوا. يعني ثاني حاجة واللي في الطبخ، يعني أنا احنا كامل نعرفوا في رمضان كامل نسخفوا أي حاجة، كونوا صايمين أي حاجة نسخفوا نديروها ونعمروا الميدان. لكن خمين بليح، يعني إذا أنت هذيك اللي عمرتي الميدان ماذا بينا ما طيشيش، يعني ما تصرفوش بزاف في الطبخ، يعني ديري على قدك، لكن قادرة أنك توكلي تخليهم الغدوة وتوكليهم عادي. ديري في بالك مثال اليوم درت شوربة ولا درت حاجة زايدة، يعني نخليها الغدوة نوكلها عادي، بصح غدوة أنا البلا هذاك ما نديروش، ندير شوربة ندير حاجة خلاف. ما تحاولوش تطيشوا يعني تبذلوا بزاف، خموا مليح كاين ناس محتاجة ومايش قادرة. كذلك الصدقات ماذا بيك تصدقوا، لكن درتي انت اليوم حاجة بالزايد جارك ماوش قادر ولا فلان عباك باللي في الكارتي تاعك ولا في المنطقة اللي تسكني فيها الناس ما عندهمش، قادرة تقسمي على النص والزوج تاعك يديلهم، يعني عادي. حاولوا الأقرب أبسط حاجة راكي تكسبي الحسنات، يعني في رمضان ماذا بيك يعني صدقة قرآن ذكر أي حاجة استغلوها. والأهم ثاني خاوتي بالنسبة للناس اللي يصليوا، يعني كاين ناس يصليوا في المنزل عادي، أنا يا عادي نصلي في المنزل قيام تراويح عادي، نصلي عادي في التراويح بالمصحف نقرأ عادي. لكن كاين الأكثرية نشوف فيهم في الوقت هذا ولاو يصلوا كلي مظاهر، يعني أنا نخرج ما حتى تدي الأولاد معاها، يعني يديروا فوضى في الجامع، يعني تلقاها جيران كامل يروحوا يصليوا تلقيه مجموعين غير قيل وقال، يعني صدقوني ولات منتشرة بكثرة، وللأسف في مساجد ولاو يحكي ويقصروا ولا أولادها هم يديروا في الحس عادي خلاص. على خاوتي كما هك كاين الناس النساء صح يصليوا، يعني عندها مرة كبيرة ولا مرة عادي تصلي عادي، بصح باش تدي ولدك عندك ولدك اقعدي في الدار، مش حتى مالك تصلي، صلي في الدار سبحي استغفري ديري ماوش ما ظهر يا خاوتي. يعني انتي درك الأولوية ديري حسابك أنا ندي ولدي مش راح يدير الحس، راح خمو مليح يعني. هذه هي لي والله هدوم كامل رم نخمم فيهم وقلت نشاركها معكم بشكو ماذا بينا خاوتي الإنسان يعني يعرف كيفاه يمشي في رمضان، يدير بروجرام يمشي عليه، نعرف أنا الحاجة اللي تنفع واللي ما تنفعنيش. كاين ناس والله أكيد تروحي تصلي وتدي ولادك معك، كاين ناس يصليوا صح والله يدعيوا كيف أنا راح نصلي ولا زيد نكسب دعاء تشر لولادي أعلاه. نقطة خلاف بالنسبة للهواتف، معليش احنا قلنا لي مايش قادرة تصل الأقارب، يعني توصل الأقارب وتروح لهم، أكيد نقولوا كاين ناس ما تقدرش يعني بعد ولا
كاين الهاتف أن نتفقدوا الأقارب تاعنا سافا، نسقسوا على الأحوال، مي النميمة لا خالتي باسكو المكالمات هذيك الطويلة بزاف راهي انا نعرف الشخص اللي راني نتحدث معه، باسكو كاين ناس كشت انا ما نحكيش في الناس وما هك، هما يحكوا قدامي حتى كي نسمع لهم راح نشارك معهم. انا ليسونسيال نعرف كيفاه نحكي، نسقسي على الاحوال، نتفقدوا بعضنا، لازم نتفقدوا بعضنا، مي مكالمه ما نطولش فيها. كاين ناس تجيبها تليفون في ودنها نهار كامل والتليفون في ودنها، تعاود نفس العاود هذاك اليوم وغدوه زيد تعيط لها. علاه الوقت هذاك؟ قلنا الوقت بحقه. كذلك ماذا بينا نكونوا في المجالس يعني اللي فيها ذكر الله، اللي فيها حوايج يعني تقربنا لربي، ماهيش النميمه والغيبه ولا قيل والقال هذوك اللي تبعنا ولا تخلينا نكسبوا سيئات. كذلك خالتي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذوك ثاني يدوم لوقتنا، يعني نحاولوا ندوا الحوايج اللي تفيدنا يعني من ومن، وربي يقدرنا ان شاء الله. كما شفتوا خاوتي شاركت معكم يعني اهم النصائح هادو، يعني كامل راكم تشوفوا فيهم يعني في واقعنا للاسف، يعني نسميهم لصول شهر رمضان، هادوما اللي بعدونا على الانسان باش يكسب اجر ويعني ويتفرغ للعباده، هادوم اللي يعطلونا في رمضان. يعني نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تستفادوا من الكلمات اللي قلتها، تهلاو لي بزاف في رواحكم، الى الملتقى، السلام عليكم.